قناة فام كويزين. اليوم عاودت وليت لكم بوصفة جديدة اللي هي وصفة القني بلاتا بلاباط فيلو. نبداو له مع بعض حتى الوصفة. انا لهنا قطعت لاباط فيلو تاعي بالقطيعة هذه كما راكم تلاحظوا، تكون حجم اكثر من المول تاعنا. راح ندير الحجم الصغير والحجم الكبير كما راكم تشوفوا. لهنا كنت قطعت من قبل باش الفيديو ما يكونش طويل. حنبداو حنجيبوا السمن تاعنا، ولا تحبوا تستعملوا الزبده. حنحطوا الحبات فوق بعضها كما راكم تلاحظوا، يعني نقدروا نحطوا 5 ورقات حتى 6 ورقات، ولا ديري 4 ورقات، يعني لك الاختيار. انا راح نكمل الحبه تاعي بنفس الطريقه ونحطوها جانبا، ونروحوا نحضروا مع بعضنا الحشو. حنحطوا لهنا بيضه مع قرصه من الملح. نضيفوا مقدار من السكر 75 غرام على دفعات على البيض تاعنا حتى يطلع لنا الميرانك تاعنا. هنا ماشي حنوصلوا الميرانك تاعنا بمقدار العصفر، يعني نخلطوا كي يطلع لنا شويه كيلاموس. حنضيفوا المكونات اللي بمازالونا. حنا نضيفوا لهنا الزبده حوالي 25 غرام، ومقدار من اللوز مرحي 150. نخلطوا كل المكونات مع بعض وراح نحطوهم نضيفوهم في المول تاعنا كما راكم تلاحظوا. ها هي حنجيب لنا نحط الحشو تاعنا في لابوش ونحطوه، ماشي حنعمروها حتى الفوق باسكو من بعد يتكفن في الفور راح تطلع لنا. بعد ما طيب لنا حنديروها على درجه 180 درجه وننزعوها. كما قلت لكم بعد ما يطيب لنا الكاطو تاعنا كما راكم تلاحظوا رايحين نعسلوه. حنحطوه في العسل يشرب لنا مليح ومن بعد كنقطعوه كما نقطعوه ونخلصوه. رايحين نزينوه بالمكسرات، يعني أنا المكسرات اختياري، اللي عندك حطيه. من بعد نزينوها بالمكسرات، والمكسرات نحط لهم الجلوكوز باش تحكم لنا في الحلوى تاعنا ونزينو بها. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم ونتمنى تجربوها. في امان الله في وصفه جديده.